يلا بقى يا جماعه، ما بدهاش بقى نجرب اكل الشوارع في مدينه كاندي سريلانكا. يلا بينا. بصوا يا جماعه، جبنا المطعم ده موجود في كاندي، مطعم لذيذ كده صغير. بص اوريكم كده المطعم شكله عامل ازاي. الكوره دي فيها اسعار الاكل، اقل سعر وجبه اللي هو الرز والكاري ب 180 رباعيه، ده حلو جدا طبعا. الموضوع كله بقى في عصير المانجا كمان اللي هو جابه لنا. بصوا محطوط كوبايه عامله ازاي، كوبايه فخار لذيذه، وعصير المانجا حلو جدا، حاجه لذيذه جدا طبعا. والعصير ده عامل 160 رباعيه، يعني حوالي 12 جنيه 13 جنيه يعني. وعظمه بقى في المدن الثانيه هتلاقيه حوالي 300 رباعيه او 350 رباعيه، بيبقى كوبايه ازاز، مفيش بقى الاتموسفير الجميل واللذيذ ده. فهي المدن السياحيه كده، فحاولوا يعني حاولوا تزوروا المدن اللي مش سياحيه شويه، هتلاقوا فيها حاجات حلوه واسعار رخيصه. هنشرب عصير ده ونشوف هنعمل ايه بعد كده. يلا بقى يا جماعه، ما بدهاش بقى نجرب اكل الشوارع في مدينه كاندي سريلانكا. يلا بينا. بس يا جماعه بقى اجرب حاجه هنا اسمها اوباس، ايج اوباس بالبيت. صورتها لكم كده هتشوفوها في المطعم ده، المطعم اللذيذ اللي شربت فيه مانجا. فمطعم صغير كده وشكله لذيذ جدا، عجبني فهجرب دي. ثانك يو. بصوا ادي شكلها اهي. تعالوا نقعد نجربها. والله كنت ماشي، والله عجبتني وهو بيعملها. يلا ناكلها بقى بسم الله ونشوف طعمها عامل ازاي. كنت دوقتها قبل كده ساده، يعني ما عجبتنيش. احلى حاجه ساده، يعني تحس انك انت بتاكل مثلا عيش بقى، مش عيش حلو، بس مش الاكله يعني. دي يا جماعه سعرها عامل 60 رباعيه. دي سعرها عامل 60 رباعيه. مش عارف اكلها بمين. ايوه عملتها زي سندوتش اهي، كريسبي من فوق، تحت طبعا ايه عاديه من البيض. العجينه بتاعتها لذيذه كده، خفيفه، حاجه لذيذه كده تاكلها على المشي، حتى سعرها مش غالي، 60 رباعيه حاجه يعني. مكمله 5 جنيه تقريبا، 5 جنيه. جميلة. مشينا لقينا الطريق مسدود زي ما انتم شايفين كده. احنا ماشيين فين؟ عشوائيات كاندي زي ما انتم شايفين كده. دخلنا من الجنب ده عشان نطلع على الشارع الناحية التانية. بصوا احنا ماشيين وسط البيوت ازاي، غريبة، أول مرة أخش يعني أماكن زي كده في سريلانكا. الموضوع غريب. والبيوت بقى ايه، هنا في بيوت زي ما انتم شايفين على اليمين وعلى الشمال، وادي طلعنا على الشارع الناحية التانية. موضوع لذيذ اهو. ادي كوبري اهو، طبعا ده صرف يعني، فالموضوع مش لطيفة خالص. بس طلعنا على الشارع من خلال ايه، حته السلم كده على الجنب، طلعنا على الشارع. كمل بقى يا جماعه تجربه اكل الشوارع في سريلانكا، وهجربها مع الاكله الاعز على قلبي، اعز على قلبي جدا، وهي الفيش ديفل. الفيش ديفل دي عباره عن رز وشويه خضار بيبقوا معمولين في صوص الطماطم زي ما انتم شايفين كده، السمك اهو بصوص الطماطم. ومفروض الخضار كله بيبقى صوص الطماطم، بس هم عاملين شويه كده وشويه كده، فالموضوع تمام حلو قوي جميل جدا. في نفس الوقت بقى ايه، هنرخم على مودي وهناكل الرز بتاعه اللي هو سي فود رايس، سي فود فرايد رايس. فهنرخم عليه، هندوق منه طبعا عامل ازاي. وفي نفس الوقت معانا اللي انا ما اقدرش استغنى عنه، التشيلي بيست اللي هو الشطه بتاعتهم. نجرب ناخد ايه، قطعه سمك على قطعه خضار. بسم الله.
عظمه يا جماعه، عظمه. سمك حلو، الرز جميل، الخضار حلو. انا عايز اعرف بس الجزر ده عاملينه ايه، مخلي خضار سوتيه يعني. الجزء ده سوتيه، الجزء ده بالصوص الطماطم، عاملين 2 في 1. لان هنا في وجبتين، اللي بصوص الطماطم اسمه ديفل، اللي بصوص اللي هو سوتيه بيبقى اسمه شوبسي. هم عاملين 2 في 1 طبعا، تحفه تحفه تحفه. سعر الوجبه دي يا جماعه 550 روبيه بالرز البسمتي، بالرز العادي بتبقى 500 روبيه. نخش بقى عند مودي وندوق. ايه الاخبار عندك؟ 100 100. هناخد معلقه كده، بسم الله. كلام عظيم، جميله جدا يا جماعه. طبق بتاع موني برضو سعره 550 روبيه، برضو رز بسمتي. فانا عشان ما اطولش عليكم وعشان استمتع صراحه على الاكل، مش قادر اصور والاكل محطوط قدامي، فهاكل الوجبه دي بعد كده نروح على الوجبه اللي بعدها نكمل اكل الشوارع في مدينه كاندي. ويلا بينا. بس يا جماعه هناكل الاكله دي عباره عن سندوتش سمك. كان هيبقى سندوتش سي فود، بس احنا جينا متاخر طبعا. الساعه دلوقتي داخله على 9، وطبعا الاماكن بتقفل بقى بدايه من 9 وفي قبل كده. فهناكل السمك ده، هو سمك بس هو وصلنا الطبق زي ما انتم شايفين كده. السندوتش معمول زي ما معمول على الجريل، وفي نفس الوقت ادي سمك وسمك بره مع صوصات خارجيه مخلل، وده اعتقد ان ده صوص جبنه، فخلينا نجرب. صديق يسوي سمك. هو اللي عامل الساندوتش ده بيتكلم عربي، كان عايش في السعوديه. كنت عايش في السعوديه قد ايه؟ كم سنه في السعوديه؟ كم سنه؟ 5 سنه. 5 سنه. كان عايش 5 سنين في السعوديه. 5 سنين في السعوديه. كان بيشتغل في مطعم المطار في السعوديه. فزي ما انتم شايفين كده ايه الطبق شكله جميل، سلطه وساندوتش وسمك سي فود وصوصات وشويه حركات كده. فخلينا نجرب بقى. بسم الله. ايوه شكرا حبيبي. شكرا. 100 100. السندوتش كريسبي شويه، محمص زي ما انتم شايفين، اتحط على الجريل شويه، فمحمص كده مدي سنه القرمشه جامده يعني، حلوه، مش ناشف ولا طري، بس مظبوط جدا يعني. في ميكس كده مع بعضه، الخضار اللي محطوط مع كذا صوص مع السمك، فبيديلك طعم كده لوحده خالص. فتعالوا بقى نجرب ايه الصوصات اللي محطوطه. اعتقد ان ده صوص جبنه مع مايونيز او مع حاجه، ده ميكس كده. كان اخر قطع جمبري هو جابها لنا، ما رضاش يحطها في الساندوتش. قال ان في ضغط على المطعم على طول عشان خاطر رز سي فود او كذا حاجه بتتعمل بالسي فود يعني عندهم. هنجرب الجمبري بقى نفسه كان عامل ازاي، ولو كان محطوط في الساندوتش كان هيبقى عامل ازاي. احلى حاجه هنا ان الجمبري اذا كان صغير كبير بيبقى ليه طعم، بس الكبير بيفرق طبعا. فلا حلو. فهاكل الساندوتش ده واقول لكم سعره كام، بس لسه ما اعرفش سعره، هقول لكم سعره كام. وهاكل الساندوتش ده، وده كان الختام بتاعنا النهارده. يا رب تكون عجبتكم الحلقه بتاعت النهارده. لو عجبكم اكل الشوارع قولوا لنا، نجيب لكم اكل الشوارع في اكتر من مدينه. ما تنسوش تدعمونا بلايك، ولو ما اشتركتش في القناه اشترك، شيروا الفيديو على قد ما تقدروا، والسلام عليكم.